يا جماعه انا عازم الراجل ده على الشاي على حسابي. ايه بس ايه ده بحبك يا عم غور بقى. ما انا بقول انتوا جوز حرابيق انا عارف. مساء الخير، ايه القمر ده؟ بسم الله ما شاء الله. بالله بس صباح الخير ومساء الخير على حسب تتفرجوا علينا يا جماعه. قبل اي حاجه احب اشكر كافيه فانياخا واشكر الاستاذ محمد جمال اللي هو سمح لنا ان احنا نصور في المكان ده النهارده، وهو بقى يعرفكم على المكان اكتر. عايزينك تعرف الناس بقى اسم المكان والعنوان بتاعك فين. المكان بتاعنا موجود في المطريه في شارع التردي، في مكان مخصص للعائلات، مكان مخصص للشباب، في كمان بلاي ستيشن بلياردو، في مطعم موجود عندنا وكل المشاريب متاحه. هنا المكان متاح فيه ان انت تعمل عيد ميلاد وكده متاح مناسبات، اعياد ميلاد، خطوبات، كل ده متاح. عايزين اوفر حلو للناس اللي بتتفرج علينا وتجي لك هنا المكان تقول لك احنا تبع قناه همام مصر، تمام؟ اوفر حلو ليهم واوفر حلو للناس اللي جايه تعمل اعياد ميلاد برضه يقول لك احنا تبع قناه همام مصر. عايزين اوفرين، احنا طمعانين فيك شويه. اي حد جاي يشرفنا من صفحه همام مصر هنقدر نوفر له مشروب فري. طب ممكن اروح اقعد واقول لك انا جاي تبع همام مصر؟ يا باشا تنورنا. الموضوع بسيط جدا. تاني حاجه هيبقى في خصم على الشيك بتاعه بقيمه 25%. في بيدج المكان نقدر نحطها للناس عشان تعرف توصل لك اسرع وتعرف تتواصل معاكم وكده. موجوده طبعا باسم الكافيه، كافيه فانياخا. الصفحه موجوده وبينزل عليها كل اي عروض واي حاجه جديده بتنزل عليها. كمان احنا بنعمل حفلات هنا. احنا هنسيبها للناس تحت في اول كومنت على الفيسبوك، وهنسيبها للناس في الديسكريبشن في اليوتيوب. الاوبننج هيبقى الافتتاح ان شاء الله يوم الجمعه والسبت والحد، والعرض دوت اللي احنا قلناه ده هيبقى في الافتتاح، فتره الافتتاح. وكمان اللي هيشرفونا فيه حفله اصلا معموله هنا بالمغنيين، هيبقوا مفاجاه للناس. طب ما نخليها فري بقى للناس الحفله. انت كده بتيجي عليا. معلش عشان الناس بس تتفرج علينا كده نخليها فري للناس. احنا تحت امر الناس، شرفونا. طبعا اول ما تتفرج علينا ما تنساش تعمل سبسكرايب للصفحه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والاسم اللي كسب معانا المره دي انا عايزه يجي من ودان محمود همام، يجي هنا. هو ده الاسم اللي كسب معانا. انا عايز اسمك يطلع معانا، ما تنساش تعمل اكبر عدد من الكومنتات عشان اسمك يطلع معانا الحلقه الجايه. وباذن الله باذن الله عايز اقول لكم في مسابقه هنعملها من اول حلقه الجايه. طبعا قبل اي حاجه عايزكم تصلوا على النبي واحنا نصلي على النبي عشان تاخدوا حسنات واحنا ناخد حسنات. لينك الانستجرام بتاعنا هتلاقيه في اول كومنت مثبت. وطبعا شكر خاص لكل الناس اللي فعلنا هاشتاج همام مصر على 250,000 وبيكم ان شاء الله نوصل مليون. طبعا يا جدعان هو ما تحرقش كتير. احنا مش عايزين نطول على الناس بقى عشان نخش على الحلقه. هو في مفاجاه مساء الجبنه. نعم. مساء الجبنه. ايه؟ نعم مساء الخير. لا بقول لك مساء الجبنه. ايوه انا اجيب لك عيش يعني؟ نعم في ايه؟ مفيش، انا معلش نسيت التريل. ممكن اجيبه؟ ثانيه واحده. هو انت واقف كده ليه يعني؟ مش فاهمه يعني هو في ايه؟ هو في حاجه يعني؟ الصوت بس بعد اذنك عشان انام شويه. يعني انا عامله لك قلق يعني؟ حضرتك يعني انا مش فاهمه انت شغال هنا يعني ولا انت بتستظرف ولا انت نظام؟ لا وانا استظرف ليه طيب؟ لا انت باين عليك يعني اصلا يعني مش عارفه. انت عايزه تعرفين انت قمتي من هنا لهنا خايفه مني؟ لا اخاف منك ليه؟ طب خلاص انا اسف، اتفضلي استريحي. مالكش دعوه. طب ماشي اتفضلي استريحي. انا مالكش اسف. دعوه. انا اسف. انت مين انت؟ جرايه وليا في ايه؟ انا بتكلم معاكي بادب وباحترام. يا استاذه الله يرضى عليكي تعالي استريحي. والله انا اسف. صاحب المكان لو شاف الحركه ديت اصلا في الكاميرا يعني صاحب المكان اقطع عيشي. اقطع عيشي. صاحب المكان جاحد ما بيرحمش. شاف الحركه بتاعتي وما شافش الحركه بتاعتك. ده منبه عليا ان انا اعملها. انا اسف. صاحب المكان ده. صاحب المكان جاحد. ما هو انت صاحب بالك؟ المكان لا ما تغلطي في اي حد الا صاحب المكان ده. كده. هو ايه التخلف ده؟ صاحب المكان ولي نعمتي. استريح لما ناس. تتكلم مش هتلاقي حد طيب غيرك. استريح. طب ماشي روح هات اي ويتر تاني غيرك. هجيب حد غيري استريح. طب ماشي خلاص بقى ماليش دعوه. لا تقعدي عشان ما اديكيش بالتريف في وشك. اقعدي والنبي ايه هنا. قله الذوق دي؟ انا جيت. بتتكلم كده ايه؟ خلاص انا زعلت. اتفضلي. انا خلاص اسف. ماليش دعوه بقى نقعد براحتك. راضي عني؟ حصل خير خلاص. بحبك. ايه ده؟ ايه ده؟ ما تقوليش انك اعجبتي. انت متخلف؟ لا يا عبيط. نهار ازرق. يا نهار ابيض. روح يا ابو هات ويتر غيرك. اوكي يا نهار ابيض. لا 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 انا ده انا جاي اعرفك بس المنيو اللي عندنا عشان ورق المنيو عندنا خلص. اتفضل قوم سامعاك. تمام عندنا. طب ممكن تتدخل شويه؟ اوكي. لا اتداخل.
الداخل خلاص والله ماشي. خلاص زي ما انت خلاص. احنا عندنا مانجا تمام، عويسي اسماعيلاوي وفاص وكاتي سانت كاترين، وعندنا مانجا بايظه تمام، وعندنا مانجا مضروبه في الخلاط، وعندنا مانجا يبقى الوان عصير صناعيه ونشربه مع الريق. ماشي. عندنا فراوله تمام، وعندنا ستروبري تاني يعني فراوله وستروبري. وعندنا طب فراولة برتقال يعني؟ وعندنا اورنج وعندنا جوافه وعندنا سفندي وعندنا حلبه وينسون وموغات لو حضرتك عايزه موغات، وعندنا سد الحنك تمام عشان تبان عليك واللي هي رطاطه ماشي. على فكره قليل الذوق اقسم بالله. ليه اقسم بالله انت قليل الذوق والله العظيم. انا بقول لك المنيو اللي عندنا، انا بقول لك المنيو اللي عندنا عندنا. شغالينك هنا ازاي اصلا؟ مشغليني بحجاره. انت مالك انت؟ انا هو ايه اللي شغال لما ما تتكلم عادي؟ باكل عيش يا وليه في ايه انت؟ العيش اللي بتاكله ده استظراف. لا باكل فينو بقى، لو هستظرف اقول لك لا باكل انت فينو. بتتكلم عادي عشان ما مدش ايدي عليك. انا اسف انا خدام اكل عيش والله انا طب اسف. خلاص يلا امشي وهات لي ويتر غيرك هجيب يلا. لك. القرف ده. هقول لك بس على حاجه والله. لا ما تقوليش امشي. بقول لك يلا. بقول لك امشي. اسمعيني طب ماشي. بقول لك امشي. دي هجمه يلا مرتده دي روح. ولا ايه؟ يلا ماشي روح ماشي ويتر انا غيرك. همشي ماشي. ايه الكرف اللي انت فيه دوت؟ والله العظيم انا اصلا غلطانه ان انا قاعده اصلا انت اصلا مستحملة شخصية غلطانه. زبالة زيك. بقول لك ايه هصوت والم الزباين عليك. كنت مشيت انا ما اعرفش اللي مصبرني عليه. ما انت اللي مصاب. عارفه ليه؟ عشان حاجه واحده بس. بحبك. يا عم غور بقى. ما انا بقول لك مين بقى ده انت بحبك. ليه انا وليد ذوق فين؟ ليه ده بقى بالعافيه؟ يا عم امشي ده ايه وليه في ايه؟ بقول لك انت انت عبيط يالا. عبيط يالا. بتتكلم كده ايه وشك يخوف من قريب. الكافيه ده انا باجي على طول ما ده انا بقول شفتش لك حد زباله بحبك. بيشتغل هنا. طب خلاص. يا عم بتحبني انت هنا تاني؟ اهو بعتذر انت لك. بني ده آدم زبالة. ده اعتذار رسمي مني ليكي يا عم والله. انا اسمي ولا فاول يا رزمي وحد صاحب المكان ده ده ببعت يا ايدك دي ولا مرزبه والله العظيم. والله العظيم هقل مني. انا بتكلم بالبق يا وليه انت والله وانا العظيم. بتكلم بالبق وبالايد وريني بقى اللي عندك. ممكن بس اطلب منك طلب واحد؟ اتفضل. تمام معلش انا اسف. العيد ميلاد اللي انت هتعمليه ده ينفع؟ انا اسف هكلمك في الشغل لاخر مره تمام. يبقى عيد ميلاد وخطوبتنا باذن الله، ولو عايزاه يبقى كاتب كتاب انا موافق. والله العظيم اقسم بالله والله غلطانه اصلا لا اقف اصلا الواحد مهزأ بس. والله انت فاتحه بيت والله العظيم انت اللي باين فاتح. عليه والله انت شكلك. اسمعي مني خد الناس بقول لك حقك عليا. العيد ميلاد واي مناسبه انت حابه تعمليها هنا هي فري، مش عشان توافق انك يعني تذيعي ده، بس عشان اللي انت عملتيه تمام. قبل ما نوافق ان احنا نذيع بعتذر لك قدام الناس بقول لك بحبك تمام. حقك عليا. ممكن نوافق ان احنا نذيع؟ دي سألتيني يا باشا اخبار حضرتك ايه؟ منور الدنيا كلها. حضرتك اول مره تنورنا؟ ان شاء الله باذن الله اخر مره. بص هو اول مره الزبون لما بيجي ينورنا احنا بنقدم له مشروب كده جيفت من مكان ترحيب بيه. هجيب لحضرتك بس المشروب الترحيبي ليك، وبعد كده حضرتك اختار اي حاجه انت عايز تدفعها من المنيو وانا عينيا الاثنين ليك. دي بالظبط. اعمل ايه؟ لا اجيب المشروب الترحيبي بتاع حضرتك الاول اللي انت اول مره تنورنا عشان ما تجيش تاني، وباذن الله انت تختار اي حاجه. لا انا بقول لحضرتك شوف انت هتدفع اي حد براحتك قبل ما اجيب لحضرتك بس المشروب واجي. ايه الاسلوب ده؟ انا جاي كافيه محترم. ايوه انت منور الدنيا كلها يا غالي. ماشي. هو في الاساس بنور اللمبه بس انا يعني بعلم المعنويات حضرتك. يبقى في رد كده في الاسلوب احسن من كده. طب اجيب لحضرتك المشروب الاول ونيجي ندردش عشان احنا مش صحاب قوي. ماشي. شوف حضرتك هتشرب ايه. اتفضل حضرتك. ده مشروب من المكان كوبايه شاي عشان بنرحب بحضرتك تمام. احنا المكان بنديهولك مجانا حضرتك ما تدفعش فيه اي جنيه خالص. ده مشروب ترحيبي بس كده مش اكتر. يا جماعه انا عازم الراجل دوت وجايب له مشروب مننا للمكان. انا اشاهد الناس كلها عليك ده مش هدفعه فيه فلوس. نور الدنيا كلها والله. انا عازم الراجل دوت على الشاي مش هدفعه فيه جنيه. انا بقول لكل الكافيه هو الراجل ده مش هيدفع جنيه في الشاي، انا بجب عليه. كل الناس تشهد بكده. يا باشا انت ايه؟ إيه؟ انت جايب لي ايه؟ يا جايب باشا. شاي، خد ثمنه. ايه؟ خد ثمنه. حاجه. لا انت خلاص بقى عشان الناس عرفت وتقول لي خد ثمنه ومش خد ثمنه. انت لسه من شويه بتقول لي هات لي مانجا بقى. بقى وبتاع والكلام انت ده لسه كله. من شويه بتقول لي هات لي مانجا اصلا طالما كده كده فيها جدا. اسمع. انا معاك بس. الف اسمع. مبروك يا مدام حامل. ربنا يكرمك يا رب بالتالي. اسمع انا جاي كافيه محترم فبعد اذن حضرتك كلمني باسلوب بكلم حضرتك بقول لك انت حضرتك ما منور. تعرفش يا جماعه انا عازم الراجل ده على الشاي على حسابي. انا جايب له الشاي ده على لا، مش حسابي عازمني على والراجل حاجة. مش هيدفع حاجه. انا مش هادي الكافيه كله الراجل دوت بيشرب شاي على حساب انا. يا عم حسابك انت تعرفني ولا انا اعرفك؟ انت عشمان في مانجا؟ يا فندم معلش بعد عشمان في اذن مانجا؟ حضرتك انا خلق ضيق. انت جاي في ريد بول. انا خلق ضيق. ادي لاخوك الصغير. انت جاي في ريد بول صح؟ انا خلق ضيق. يا استاذ انا بكلمك اهو دلوقتي انت جاي في ايه طيب؟ يا انا الله. بقول لك بس لو عشمان في حاجه تانية بس هستاذنك اعرف الدور اللي فوق. انا يعني خلق ممكن ضيق أجيبك- والله العظيم.
يا استاذ انا يعني مشاكلك في الحياه والنفسيه دي مش بتاعتي، انا بكلمك دلوقتي محتاج يا عم مالكش دعوه بام نفسيتي، انت مالك؟ يا باشا انت عندك جفاف عاطفي طيب ولا ايه؟ انا بكلمك مالك؟ كلمني زي ما بكلمك يا استاذ يعني. معلش لساني يفلت ولساني يطول اكتر استاذ من الله كده. يبارك حضرتك عارف طبعا اللي انا عازمك على الشاي دوت، والشاي ده انا ايه بس في ايه بس ايه ده يا استاذ بص طبعا افهمك حاجه عليا وانا بعتذر لك تاني، وانت زي اخويا عامه يعني ما يقصدش اي حاجه. ولا يهمك تمر. حق عليا حبيبي لو بصينا هناك كده هنلاقي في كاميرا اهي يا اهلا في وسهلا الجنب هناك ايه احنا بنصور ده. يا أهلاً عندك اي وسهلاً. مشكله ان احنا نذيع؟ يا باشا زيع، احنا اخوات مفيش اي مشكله. نذيع يعني عشان خالتي؟ زيع يا باشا. معلش انا اسف انا اسف والله هو ايه اللي في الصوت؟ انا اسف دي طريقه والله انا اسف، بس والله انا ما كنت اعمل كده، بس وانا طالع لقيتك نايمه، والله العظيم قلت يعني افوقك بس. حقك عليا انا اسف ايه اللي بتقوله ده؟ والله انا اسف معلش حقك عليا، انا طالع والله اشوفكم هتدفعوا ايه بس وتشربوا ايه ولقيتك نايمه. انا بجد قليل الذوق جدا. معلش والله انا اسف. طب اسيبك تكملي النوم؟ والله انا عارف من درجه الحراره فوق ال 80، بس والله العظيم انا لقيتك نايمه قلت بس افوقك. حقك عليا خلاص، انا هسيبك تمددي 5 وجاي تاني خلاص. تمام منورين الدنيا الله يخليك. نشرب حاجه؟ ماشي خلاص خالص. تشربي ايه؟ هو ايه الطريقه اللي انت بتتكلم بيها؟ ايه؟ ايه الطريقه دي؟ لا اصل هي لسه هتفكر وهتشاور نفسها، فدي موال تاني. انت عايزه تشربي ايوه ايه؟ ايه الطريقه دي برضه؟ المفروض انت اللي هتفكر لي. لا اصل انت لسه قدامك وقت وهتقعدي تهري كتير، دي مش بتاعتي. انت ايوه ما تفكر. طبيعي انت وشك بيقول انا عطشان، فانت مشروبك جاهز تشربي ايه؟ ايه اللي في الصوت؟ ايه اللي تذوق في ايه؟ انا بقول لك انت تشربي ايه؟ هي لسه شكلها هتفكر وتقعد تستطعم، فمش هجيب لها تستات هي تقعد تدوق. انت جضه عامله كده وشك مقفول الله اكبر قدامك. هو ايه ده؟ ايه اللي هو ايه ده؟ الطريقه؟ طب ينفع انا بتكلم مع صاحبتك تهمشي نفسك خالص؟ انا بتكلم هو معاها. انت ازاي اصلا تتكلم معايا كده؟ اه وازاي تتكلم معايا كده اصلا؟ انتوا بترابوا يعني بتغنوا راب مع بعض ولا ايه؟ طب ماشي هتشربي ايه يا فندم؟ او بص انا عاملك مش بالاسلوب اللي انت هشرب عايزه. حاجه منك اصلا. طب نتفضل. ما هو ده لا بجد، ما هو بجد اللي انت بتعمليه فيه الزبون ايه كده. اللي في الصوت دي؟ فين لا صاحبك؟ تريحي نفسك، صاحب المكان بيجيب بضاعه شاي وسكر بالسنبلاوين وجاي. ايه القرف؟ ايه ريح، اللي انت مش بتقوله من ده؟ حقك انك تعرفي. اقعدي استريحي انا اسف. يعني ايه مش من حقك؟ ازاي ايه اللي ما- انت بتقوله ده اصلا؟ ما تضربيش بص بالله عليك زي خالتي بجد؟ بقى. طب اظبط نفسك لا كده. وانا اظبط ليه؟ انا جيت يمتك ولا جرى ولا ايه في ايه؟ وليه ايه ما تتكلم معايا؟ انا كلمتك انا عايز صاحب المكان. المكان ده بتاعي، ابويا فتحوا لي لما نجحت في الثانويه العامه. ما تخافيش. لا ايه ده انت بس يا عم خليك قاعد مكانك، انا بتكلم انا معاك. لحد الان بعاملك باحترام، انا عايز صاحب المكان. طب وبعد قليل بعد كده تلاقي حاجه في وشك. انتوا جوز حرابيق انا عارف، والله العظيم هطلع على الكرسي على فكره وربنا هطلع على الكرسي وربنا بطلعي بره. انتوا عايزين ايه؟ يعني انت قررتي. انتوا ما يجيش ما معاكم تقتل نفسك ايدك انا جيت فيه. جنبك والله. لا ايه ده بني ادم براس فرخه داخل عليا والله. على انا فكره ده قلة جدا. ربنا يخليك. ده ازود عند مين انا؟ طيب ما انا ما اعرفش. انت الله يرضى عليك يا حربوقه منك ليه؟ انا جبت جاز هنا ايه هو. يا حبوبتي؟ ما تحترم ايوه نفسك. ما بقول بس لك ما تتكلمش معايا وما تفتحش بقك. مخصمات وابعد عني انا. والله العظيم اتصل بروحي اروح يعمل عليكي فيديو قسما بالله يجيب اجلك. ما خلاص يا لهوي هصوت والم الزبائن عليك. وانت بني ادم براس فرخه. انا في ايه يا ولاد وهي؟ خلاص والله انا ساكت. ده انت بني ادم غريبه ديت. ما تشوفوا انتوا رايحين فين. بجد على فكره انت هتزعل. هو انت ازاي لازم يسكت ما يتكلمش؟ خلاص ماشي انا ساكت. انت عايزه ايه دلوقتي؟ بقول لك والله اتصل بروحي يروح يعمل عليك فيديو يجيب اجلك. انت مش عارف احنا مين. انت تتصل بمين؟ انت مش عارف احنا مين اصلا. ما انا ما اعرفش والله وما اعرف. انت تتصل باهلك وانا اتصل بالزمالك. يلا اتفضلي بقى شوفوا انت رايحه فين. ما انت تقرفنيش. بالله انت بني ادم. مش هبيع لك انا ولا مش هجيب لك انا مشاريب. بتعمل ده قليل الذوق. ربنا يخليك يا رب. هبقى ازوده انا ذوق ان شاء الله. هبقى اجيب شويه. خدي بص بقول لك يا حرام. شايفه الكاميرا اهي وانا كنت بعمل مقلب. انتوا زي اخواتي، لا حرابيق ولا شبه خالتي ولا اي حاجه. انا والله العظيم ده انا خالتي لوحدها بتطلع عيني على الكلام ده. والله العظيم بهزر، والله بهزر معاكم. انتوا زي اخواتي. بعتذر لكم قدام الناس وعايزكم بس ان انتوا توافقوا ان احنا نذيع. ممكن؟ تمام مش هنقول زي ما تخافيش بقى نقول زيع. مساء الخير. ايه القمر ده؟ بسم الله ما شاء الله منوره الدنيا كلها. ايه يا استاذ؟ امورنا يا استاذ. ايه هو حضرتك انت اللي عايز تطلب ولا هي؟ هي قاعده ما بينهم.
تمام ماشي قاعده معاك ايوه انا كنت هاخد بس الاوردر منها ممكن. ما تاخدش الاوردر منها تاخده مني. طب ممكن تشوفوا انتوا عايزين تطلبوا ايه وتخليها هي اللي تقول لي؟ لا تقول لك ايه؟ اموريني يا فندم منوره الدنيا بس كلها كلمني والله. كده بس خليك معايا بس كلمني. بكلمك يا استاذ ماشي انا اهو جنبك اهو. طب ماشي كلمني. انت محتاجه حاجه معينه ولا محتاجه ايه؟ تعالى لي بس كده. في ايه طيب ماشي انا واقف جنبك لا لا اهو. تعالى لي الناحيه الثانيه. يا استاذ ده طب تعالى لي ما انا واقف الناحية جنبك اهو التانية، مفيش حاجه طب طيب. كلمني. هو انتوا اول مره تنورونا؟ اول مره. انتوا اصحاب طيب ولا مش فاهم؟ دخل جاي تشوفنا عايزين نشرب ايه؟ لا هو انا لما سالت بره عرفت ان انتوا اصحاب. ايه طب بشوف بس الاستاذه محتاجه يا عم ايه؟ بس الله يرضى طب عليك ماشي كلمني. طب الله لا يرضى لا لا طب خليك اديني هنا. طب بس كده يا عم لا خليك عشان هنا. اتناقش معاك طيب. طب يا عم خليك عشان هنا بس اتناقش معاك ماشي انا معاك اهو. طب انت عايزه برتقال ايه؟ برتقال سكري ولا بسره؟ اشوف بس الاستاذه ما لازم احنا عندنا اهتمام بالعميل. لا 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 اهتم بالعميل. طب ماشي اتفضل وهي معايا. محتاج حاجه معينه طيب؟ خلاص احنا انت قلنا محتاج ايه؟ برتقال وقهوه. انت عايز قهوه؟ طب والاستاذه؟ كلمه بعدين. قمر بسم الله ما شاء الله. برتقال. ايه؟ علي طب برتقال. ماشي اشوف لازم اشوف طلباتها. لا 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 ما تشوفش. يا باشا انا لازم اشوف العميل عم محتاج ما ايه. تشوفش. طب ماشي طب يا باشا في ايه يا بتعملي عم كده ما ليه يا تشوفش. استاذ؟ ما تبقاش بني ادم براس فرخه يا اخي انا بتكلم مع الاستاذ. بقول لك انا عايزه طب ماشي يا عم طب لا اله الا الله. طب حضرتك محتاجه البرتقال قطع ولا شرايح بس عشان ابقى عارف؟ في ايه يا استاذ ماشي؟ احنا قلنا البرتقال والله. ماشي ده عصير. انت عصير؟ تمام عصير. مش قطع يعني؟ لا لا مش كده. طيب تمام ماشي. هو في برتقال قطع؟ في برتقال قطع ومربعات ومكعبات يعني على حسب ما حضرتك عايز يعني. في بنجر عادي يعني حضرتك عايز شوربه وراك اول مره اعرف حاجه زي في كده. شوربه وراك نمله عادي لو لا، حضرتك لا، محتاج لا. لها قمر. تسلم. ما شاء الله ماشي يا استاذ حاضر. خلاص حضرتك محتاج برتقال انا جاي بكلم حضرتك اهو برتقال وبس البرتقال موجوده بسره فالسره بتاعته لو فيها برتقانه صغيره بس تحب اعصرها لك هي كمان يا ولا عم إيه؟ توكل على الله. في ايه يا استاذ؟ ما تمشي بحاجه. طب انا بس بشوف الاستاذه ما هتعوز السره ولا لا؟ هتعوز السره انا بشوف بس الاستاذه محتاجه السره في البرتقانه السره. يا عم توكل على انا الله. بقول لك بس طب حاضر ماشي يا استاذ ماشي والله ماشي حاضر يا استاذ انت بتكلمني كده ليه طيب يا عم انا عايز افهم حاجه بس انت بتشنج عليا ليه؟ فانا بس بشوف السره بس يعني نحط البرتقانه بسره ولا ايه يا قمر؟ خلاص بقى بعدين يعني ايه بس في ايه؟ بالله بس افهمك حاجه بس افهمك حاجه بس. والله بهزر معاك استهدى بالله بس استهدى بالله والله العظيم هفهمك حاجه ايه ده خالص ايه ده احنا بنعمل مقلب احنا بنعمل مقلب والله العظيم بنعمل فيكم مقلب. انا بص انا سالت تحت حد قلت له هو اللي طالعين دول قابل ولا اصحاب؟ قال لي اصحاب يعني اصحاب. فانا طبعا والله بهزر معاكم يعني انتوا منورين الدنيا كلها انا اساسا مش شغال هنا انا حد بعمل مقالب وبهزر معاكم استهدى بالله. بهزر معاكم لو بصينا هناك كده هنلاقي في كاميرا اهي هناك بصوا كده هنا اهي ده كله بيتصور. استاذنكم في حاجه بسيطه بقى عشان الابتسامات الحلوه ديت بس نذيع بعد اذنكم يعني ممكن نذيع؟ طب ندي اوكي ونقول زيع؟